السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا شنو المستجدات اللي كاينين في BLS الرباط، يعني القنصلية الإسبانية بالرباط. هاد القنصلية باينة فيها خدامة، يعني كتقوم بالواجب كل أسبوعين ولا كل شهر كاين هذا مزاجور جديد. نتمناو القنصليات الآخرين يديروا بحال قنصلية الرباط، نتمناو يديروا التعميم ديال هاد الخطوات حيت فعلا غادي يسهلوا الأمور على الناس. وفي هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا شكون هما الأنواع ديال الناس اللي ممكن يمشيو يدفعوا الدوسي ديالهم بلا ما يحتاجوا الموعد، يعني يحتاجوا الموعد. كاينين 3 الأنواع ديال الناس، وحاولت نتواصل مع القنصلية، صيفط لهم عبر البريد ديالهم، عبر البريد الإلكتروني وجاوبوني، وندوزو إن شاء الله نشوفوا هاد ال3 شكون هما، ونوريكم في البريد الإلكتروني الرسمي. وممكن هاد المعلومات حتى هما تبعوهم في الموقع الرسمي ديال BLS كيف ما شفنا في فيديوهات سابقة. على بركة الله. هذا هو الجواب ديالهم. عندنا الحالة الأولى هما الأشخاص اللي الباسبور ديالهم تابع لقنصلية الرباط وعندهم 2 فيزات، يعني مسلمة من طرف إسبانيا في آخر سنتين. ماشي تقول عندك فيزا مثلا مع إسبانيا ومع إيطاليا وتبغي تستافد، لا أبدا. يعني يكون الباسبور ديالك تابع للرباط، يعني تابع لقنصلية الرباط، ويكون عندك 2 فيزات من طرف إسبانيا. هادو كتدفع من الاثنين للخميس من 9 ل 11 حتى كتسالى الكوطة الأسبوعية. الحالة الثانية هما اللي عندهم فيزا فيها أكثر من عام، مسلمة من طرف إسبانيا، القنصلية الإسبانية بالرباط، وتكون في آخر 4 سنوات. هذا تا هو كتمشي كتدفع ما بين الاثنين حتى الخميس من 9 ل11 حتى كتسالى الكوطة الأسبوعية. بالنسبة للحالة الثالثة هما هادوك الناس اللي عندهم الفيزا فيها أكثر من 3 سنين، 3 سنين 4 سنين وما فوق. هادو تيكون عندهم نهار الجمعة من 8 ل10. وضروري خاصك تدي معاك النسخ ديال الفيزا، ضروري. يعني في الحالة الأولى غتدي الفيزات بجوج فوتوكوبي ديالهم، في الحالة الثانية غتدي فوتوكوبي د الفيزا، وفي الحالة الثالثة من طبيعة الحال مع الملف ديالك كامل مكمول. وهادو هما هادشي اللي كاين في هاد الفيديو إن شاء الله، والله ييسر للجميع.